اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيكم يا اساطير؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. ده هو القسم الثالث من حكاية الشاو سيد الفنون القتالية، فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة او من قائمة التشغيل اللي هتظهر دلوقتي حالا. وبدون اي مقدمات تانية ما ننساش اللايكات الاسطورية منكم، ولكن قبل ما نبدأ عايزكم يا شباب تروحوا لقناة فؤاد الانمي، قناة صاحبي، هناك عملنا حكاية اسطورية بجد اسطورية وعظمة ثم العظمة. عايزين دعمكم يا شباب، يلا ادخلوا هتلاقوها في الوصف او من اول تعليق مثبت. روحوا لهناك وباذن الله تشوفوا حكايه اسطوريه واكون فيها انا مشترك برضو. يلا بينا لهناك ويلا بينا نكمل حكايتنا. بنفتكر احداث الفيديو اللي فات لما جيانج خلى هان تكون التلميذه الجديده بتاعته مقابل انها تاخد زهره اللوتس القرمزيه عشان تعالج ابوها، لكن الكلام ده ما عجبش روانج السيد الشاب للمدينه وهجم على شاو، ولكنه ما كانش يعرف انه اللي بيزعل شاو مش بيكمل على وش البسيطه. وبعد ما خلص عليه اتضايق سيد المدينه قوي من اللي حصل، فقام بدعوه الشياو واللي معاه في حفله خاصه عشان يستفرد بيه ويخلص عليه من غير ما حد يعرف. بس الشياو بيقدر يدمر كل اللي بيقف في طريقه لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيطلع انه عائله سيد المدينه هي نفسها العائله اللي دمرت عائله زاهي. فبيروح الشياو وزاهي عند قصر العائله عشان يدمروها بالكامل، وبعد ما خدعوا يي زعيم العائله قدروا انهم يوصلوا لمكان الارث الخاص بعائله زاهي، سيف الارواح الخاص بعائله لين، اللي كان الشرط الاساسي لتفعيل جسد السيف الخاص بزاهي. ولكن الحراس بيكتشفوا خطة الشياو وزاهي وبيقوموا بمحاصرتهم عشان ما ياخدوش السيف، فبيجهز الشياو نفسه عشان يتعامل مع كل المحاربين اللي هيقفوا بطريقه. وبنكمل بقية الاحداث وبنشوف الحراس بيهجموا على الشياو عشان يوقفوه من اخذ السيف، لكن الشياو مش بيهتم بوجودهم وبيقدر انه يدمرهم كلهم في لمح البصر. فبيضحك الشياو وبيقول ايه ده، انتم خسرتم بالسرعة دي؟ ده انا لسه ما بداتش حتى. فبيقول قائد الحراس انت فاكر ان الموضوع انتهى؟ يمكن احنا ضعفاء بالمقارنة بيك، لكنك مش هتكون قادر على التعامل مع السيد دي، هو قريب هيجي وساعتها هيكون مصيرك الموت. فبيضحك الشاو وبيقول اديني مستني يا عمي يي، يا رب بس يكون عليه القيمة بدل ما انتم ما تستحملوش ألم مني كده. فبيوصل يي وبيهجم على الشاو بكل قوته، فبيصد الشاو الهجوم وبيدمر السيف الروحي بتاعه بضربة واحدة. فبيقول يي انت جريء جدا يا ولد عشان تيجي لعشيرتي وتحاول تاخد السيف الاسطوري بتاعنا، النهارده هيكون اخر يوم في حياتك. فبيضحك الشاو وبيقول له يا راجل ومين اللي هيعملها كده، انت يا عجوز ولا رجالتك اللي انتهوا على ايدي؟ فبيهجم الشاو على يي بسيف اليشم بتاعه، ولكن يي بيكون محارب قوي جدا وبيقدر انه يصد الهجوم بتاع الشاو. فبيهجم يي على الشاو بس الشاو بيقدر يتفادى الهجوم. فبيقول الشاو في نفسه العجوز ده ما طلعش ضعيف زي اللي قابلتهم، فعلى الرغم من كبر عمره لكنه قادر على التحكم في كمية كبيرة من الطاقة الروحية، لو المعركة دي استمرت ممكن اخسر القتال. فبيستخدم الشاو السيف اللامحدود وبيهجم على يي بكل قوته. فبيتفاجئ يي من قوة الشاو الكبيرة وبيقرر انه يخلص على الشاو قبل ما يستهلك كل قوته في المعركة. وبيفعل يي الحاجز الكامل بتاع العشيرة وبيجمع قوة تدميرية مرعبة وبيفجر بيه الشاو وكل شيء حواليه. بس الشاو بطلنا بيقدر انه يهرب من الهجوم على اخر لحظة، وبيتفاجئ من قوة الهجوم المرعبة اللي عملها يي وبيقول مين كان يصدق انه عشيرة يون هيكون عندها القوة التدميرية المرعبة دي؟ كويس اني رفعت قوتي قبل ما ادخل المعركة والا كنت اموت لا محالة. بس مع الاسف كان المقابل مكلف قوي، فانا استخدمت سيوفي عشان اهرب من الهجوم ده، ومع الاسف السيوف اتدمرت وما بقاش عندي حاجة استخدمها لقتال الوحش المرعب ده. هل دي النهاية؟ وفجأة بيخرج مصدر طاقة مرعب قوي في المكان، فبينبسط الشياو وبيقول في الوقت المناسب دايما يا زاهي، اخيرا قدرت تاخد السلاح. فبيلاقي الشياو رسالة من النظام انه زاهي حصلت على جسد السيف الفطري، وفي المقابل الشياو بياخد 10 اضعاف المكافأة، وبيقدر انه يحصل على جسد السيف الفطري من الدرجة المطلقة. فبيتفاجئ الشياو من مقدار الطاقة الهائلة اللي دخلت في عروقه لدرجة انه بيكون حاسس انه ما كانش قوي في حياته قبل اللحظة دي. فبيتفاجئ يي من تطور الشياو المفاجئ وبيقول بنفسه هو الولد ده قوته اتضاعفت بالشكل الهائل ده ليه؟ هو اصلا ازاي عايش رغم انه تعرض لهجوم مباشر من سلاح قبة النجوم؟ اللعنة، الولد ده طلع اخطر مما توقعت، لازم اخلص عليه بنفسي. فبيفعل يي اقوى تعويذة عنده وبيهجم بيها على الشياو، ولكن قبة النجوم مش بترضى تفعل التقنية اللي هو عاوزها. فبيضحك الشياو وبيقول مع الاسف يا عجوز انت مش هتعرف تستخدم سلاحك السري الخاص. فهو بالفعل حصل على سيد جديد، انت فعلا شخصية حقيرة يا عجوز، فانت بنيت عشيرتك على جهود العشيرة اللي قمت بخيانتها، وحتى ان انت ما اكتفيتش بسرقة سلاحهم وتاريخهم المجيد، انت حتى ما سبتش دماءهم وقمت باستخدامها للسيطرة على السلاح بتاعهم. انت فعلا شخص اسود حتى النخاع، عشان كده انت تستحق نهاية تليق بشخص بشع زيك. فبيفعل الشياو السيف الذهبي الخاص بيه وبيهجم على يي، فبيحاول يي يصد الهجوم لكن قوة
قوة السيف بتاعت الشاو بتكون من عالم تاني، فما بيقدرش يتحملها للحظة الا وبيتم عزم يي هو ونص العشيرة بسيف الشاو الغاشم، فبيتجننوا كل اللي موجودين من قوة الشاو الاسطورية. فمين كان متخيل انه شخص في العشرينات هيكون بالقوة المهلكة دي؟ فبيرفع الشاو سيفه وبيقول عشان انا مزاجي كويس النهارده فانا هديكم فرصة عشان تصلحوا اخطائكم. اللي كان مشارك في عملية الابادة الخاصة بعائلة لين لازم يجيب سلاحه ويقطع ايده بنفسه وبعدها يمشي من المدينة بدون اي رجعة، لكن اللي مش هينفذ اللي انا بقوله فساعتها هو مش هيموت على ايدي، ده كل نسله واصحابه او اي حد شافه في حياته هيموت على ايدي انا. فبيترعبوا كل الموجودين من تهديد الشاو، وبسبب معرفتهم بمقدار قوة الشاو على تنفيذ تهديده بينفذوا الاقتراح الاول بتاعه علشان يحموا عائلتهم من بطش الشاو. وبعد ما بيخلص كل شيء بتيجي زاهي ومعاها السيف الخاص بعائلة لين، ومستوى صقلها بيكون ازداد بشكل كبير قوي. فبينبسط الشاو بالانجاز الكبير ده لانه دلوقتي زاهي هتقدر ترقي صقلها بشكل اسرع بعد ما ايقظت الجسد الخاص بيها. فبتتفاجأ زاهي من الدمار اللي حصل في العشيرة وبتسأل معلمي هو ايه اللي حصل وليه الدنيا مدمرة قوي كده؟ فبيقول لها الشاو ما تاخديش في بالك يا زاهي، حصلت حاجات بسيطة كده خلصت على يي سيد العشيرة، وعلى الاغلب انا اللي هسيطر على العشيرة من بعده. فبتستغرب زاهي وبتقول له انت عاوز تسيطر على عشيرة يون؟ غريبة، مش انت قلت لي انك عاوز تسيطر على عشيرة مينج؟ فبيقول لها الشاو اسكتي لحسن العجوز ده يسمعنا واحنا ما نعرفش، انا بستخدم عشيرة يون علشان احصل على ما يكفيني من الفلوس لحد ما اقدر اسيطر على الوضع واخد الطائفة لنفسي. على العموم احنا خلصنا شغلنا هنا، خلينا نرجع البيت. وبعد اللي حصل ده قدر الشاو انه يسيطر بشكل شبه كامل على العشيرة، فبسبب سقوط عائلة يون وكل المحاربين الاقوياء اللي فيها ما كانش قدام السكان غير انهم يوافقوا على تحكم الشاو في المدينة. فاخذ الشاو كل العناصر والمواد اللي هو محتاجها واداها للسيد سو اللي قدر يحصل على كل الموارد اللي كان بيدور عليها عشان يرفع من انتاجية الاكسير الخاص بتاعه. وعلى الرغم من خوف الناس من الشاو واعتقادهم انه هيقوم بمعاملتهم بشكل سيء بسبب انه قضى على العائلة الملكية بكل وحشية، بس الشاو بيكون نظم الدنيا في العشيرة، بل وحتى قضى على اغلب المشاكل اللي كانت بتواجه سكان المدينة. فبدأت الاوضاع تستقر هناك، وبعد ما تأكد الشاو انه كل شيء تم بشكل كويس بدأ في رفع مستوى صقل هان وزاهي عشان يحصل على مكافأة اكبر من النظام. وخلال وقت قصير بيقدر انه يوصل الاثنين لمستوى بناء الاساس، وده بيخلي هان وزاهي اقوى محاربين في جيلهم تقريبا. وفي اليوم اللي بعديه بيكون الشاو مروق على حاله وقاعد في الجنينه يابا بيستريح بعد كل الاكشن والشغل الكتير اللي عمله. وهان بتكون بتقول له على التطورات اللي حصلت في الفتره الاخيره، وبيطلع انه الاكسير الخاص المحسن بتاع الشاو بقى رايق بشكل كبير وبيتباع بكميات ضخمه قوي، وحاليا هم بيطلعوا مليون عمله منخفضه المستوى بشكل شبه يومي. ومع التطويرات المناسبه لقسم الخيميائيين هيقدروا يرفعوا من الانتاجيه والارباح لحد ما يوصلوها ل 10 مليون في اليوم. طبعا الشاو بيكون متكيف على الاخر من الكلام ده، فرسميا هو ما بقاش محتاج حاجه من حد ويقدر يعيش الحياه لاي حد ممكن يتمناها. وخلال كلامهم بيجي تشان عند الشاو فبيساله شاو عن سبب وجوده هنا، فبيقول له تشان انه جاء عشان يوصل رساله الزعيم زونج ليه، اللي مختصرها انه زونج شاكك انه الشاو بيحاول يجمع قوته عشان يسيطر على عشيره مينج اللي بيسيطر عليها بما انه دمر عشيره يون لوحده. فبيخاف الشاو من الحوار ده وبيقول لتشان انه اللي حصل ده كان سوء تفاهم، وانه قام بالسيطره على عشيره يون عشان يكون معاه فلوس وعناصر صقل كافيه مش اكتر. طبعا الكلام ده بيكون غير منطقي، لانه لو طبقنا الكلام ده على ارض الواقع فالموضوع كانك رحت تسرق بنك عشان انت مزنوق في فلوس. بس تشان بيكون مرسال فبيقول للشاو انه هيوصل كلامه للزعيم، وبعدها بيسال الشاو هو عمل ايه علشان المسابقه الكبرى بتاعت العشيره، لانه فاضل 3 ايام بس والمسابقه تبدا. فبيقول له الشاو انه بالفعل جهز المنافسه والفوز هيكون من نصيبه السنه دي. وبعد ما بيمشي تشان بيقول الشاو لزاهي وهان انهم لازم يجهزوا نفسهم عشان يروحوا لمكان المسابقه الكبرى. فبيروحوا الاثنين عشان يجهزوا نفسهم للمسابقه، وبتقول زاهي لهان انها لازم تخلي بالها لما يكونوا هناك لانه تلاميذ الشاو القدامى هيحاولوا انهم يوقعوهم باي شكل. وبنروح بعدها للجبل السادس من عشيره مينج، وبنشوف معلم الجبل السادس بيكلم طلابه، وبيقول المعلم انا سمعت ان الشاو هيكون في المسابقه الكبرى اللي هتتعمل قريب، لازم تجهزوا نفسكم للمسابقه كويس قوي، قولوا لي انتم عملتم ايه خلال اليومين اللي فاتوا. فبيقول له احد التلاميذ في الحقيقه انا كنت جاي مخصوص ليك عشان اتكلم معاك في الموضوع ده يا سيدي، في الحقيقه انا حاسس انه الفنون الخاصه اللي بتعلمها لينا غريبه شويه، فانت بتخلينا نستخدم جوهر ودماء الوحوش الروحيه عشان نرفع من ثقلنا، مش ده مشابه بشكل ما للفنون الشريره؟ فبيضربه المعلم وبيقول له انت فعلا شخص جاهل يا وانج، انت شفت كم مهاره في المكتبه وبقيت فاكر ان انت عارف كل شيء، انا مهاراتي افضل من اي مهارات في العالم ده، ازاي تجرؤ على مقارنتها بالمهارات الشريره؟ هل انت فاكرني زي معلمك القديم الشاو ولا ايه؟ فبيعتذر وانج عن كلامه لكنه بيكون متضايق من استعمال المعلم بتاعه للتقنيات الشيطانيه دي. فبيسال المعلم كيو انت عملت ايه يا كيو؟ فبيقول له كيو
ياكيو، انا قمت بتعلم التقنيات اللي انت اديتها لي يا سيدي ووصلت للمستوى الخامس من بناء الاساس. فبينبسط المعلم وبيقول انا مبهور منك ياكيو، انت قدرت تخترق للمستوى الخامس وانت في عز شبابك. في الحالة دي مين هيكون قادر على منافستك في المسابقة الكبرى؟ بس حتى لو ما كنتش الاقوى في جيلك فانت لازم تكسب المسابقة باي ثمن، اعمل اي حاجة عشان الفوز في المسابقة دي، غير عن كل المسابقات اللي قبل كده. اللي هياخد المركز الاول فيها هياخد تشيل بنفسجي للسلف هونج مينج، الكنز الاسطوري اللي محدش قدر يحصل عليه قبل كده. فعلى حسب الاسطورة السلف العظيم هونج مينج قام بصنع تقنية خاصة وقام بتسميتها بتشيل اورجواني، والسبب الاساسي في ازدهار العشيرة لحد دلوقتي. فالشخص اللي بيحصل على تشيل اورجواني بيقدر انه يكسر حدود صقله الحالية ويخترق المستوى اللي كان عاجز عن اختراقه. وكل 5 سنوات بيتم عمل المسابقة الكبرى عشان يتم اختيار اقوى المحاربين للطائفة عشان يحصلوا على تشيل العظيم ده. فمهما حصل لازم تكسبوا المسابقة باي شكل وتجيبوا لي تشيل اورجواني الخاص بالسلف مينج. فمجرد ما تبدا المسابقة مش مسموح لكم حتى انكم تخسروا جولة واحدة، لانه اللي هيخسر صدقوني هيحصل فيه اكتر من اللي شافه من قبل. فبيخافوا الاثنين من تهديد المعلم وبيوعدوه انهم هيجيبوا النصر مهما كان الثمن. فبيتضايق ياكيو من الوضع اللي هو فيه. فعلى عكس شياو المعلم الجديد بتاعه مجنون وبيسعى للفوز مهما كان الثمن، وده خلاه يرهق نفسه بشكل كبير قوي. فبيتمنى انه يرجع لشياو لو امكن، بس مفيش خيار قدامه غير انه يكمل مع المعلم الجديد. وبعد ما بيمشوا الاثنين بيجي شخص غامض للمعلم وبيقول له مع الاسف الخطه في السيطره على السيف الخاصه بعائله ليم فشلت بسبب الشياو، فالافضل نبدا في الخطه الاصليه بتاعتنا بدري بدل ما يتسبب الشياو لينا في مشاكل اكتر. فبيقول له المعلم انت فاكر بجد ان الشياو ده هيعرف يقف قدامي؟ كان عجوز بيسعى لابره، لكن انا مختلف. فاول ما اشوف الشياو ده هخلص عليه، انت بس اهتم بالجزء بتاعك من الخطه لانه قرب جدا. فبينبسط الراجل الغامض وبيقول له اخيرا جا الوقت اللي كنت مستنيه من زمان، قريب هخلي عشيره مينج تعرف المعنى الحقيقي للخوف. وبعد ايام بيجي اليوم المنشود الخاص بالمسابقه الكبرى، وبيكونوا كل سكان عشيره مينج قاعدين على حر من النار عشان يشوفوا المنافسه اللي بيستنوها كل 5 سنين، واللي بيكون مشارك فيها 7 فرق، والمنافسه مشتعله على الاخر. فبيقعدوا مجموعه من الناس عشان يشوفوا المباراه، وبيكونوا بيحاولوا يحذروا مين اللي هيكسب المسابقه السنه دي. وبيكون اغلبهم حاسس انه زعيم القمه الاولى تشي هو اللي هيكسب، بما انه القمه الاولى فضلت محافظه على مستواها لوقت طويل قوي. بس بسبب الشيوخ الجداد في القمم الثانيه بيكون الحكم صعبه قوي. فعلى سبيل المثال القمه الثانيه اصبحت الشيخه بتاعتها هي تشون شوان، احد اقوى المحاربين في جيلها، وتقريبا التهديد الوحيد في المسابقه دي كلها لتشي. فغير جمالها الخارق فمهاراتها في الفنون القتاليه لا تضاهى. ولكن احد الموجودين بيكون مختلف معاهم، لانه بيكون فاكر ان شياو سيد القمه السبعه هيغير معايير المنافسه. فعلى حسب الاشاعات فهو قدر يرفع مستوى تلاميذه لمستوى ما بعد الولاده في اقل من شهر، ودي سرعه مرعبه بالنسبه لاي صاقل مهما كانت موهبته. فممكن تلاميذ شياو يصنعوا شيء مميز السنه دي. وهنا بتبدا المسابقه وبيعرف الحكم الموجودين على القواعد، وبتكون القواعد بسيطه جدا. كل قمه ليها الحق في التنافس 3 مرات، اللي هيحقق 3 مرات فوز الاول هيتاهل للنهائيات، واللي هيخسر هيتم اقصائه، واللي هيكسب في نص النهائي هياخد سيف عالي المستوى من درجه الارض، سيف اليشم الاخضر. وبتبدا المسابقه وبيتم تحديد اول قتال، القمه السادسه ضد القمه السابعه بتاعت الشياو. فبيخرج ممثل القمه السادسه وانج، احد تلاميذ الشياو السابقين. وبيستغربوا كل اللي موجودين في الساحه لانهم كانوا فاكرين انه وانج لسه مع شياو، والصدمه الاكبر ان شياو وتلاميذه لسه ما وصلوش لحد الان. فبيسال زونج هو في ايه؟ هو شياو لسه ما جاش؟ فبيقول تشان لا يا زعيم العشيره هو ما جاش لسه. فبيفتكروا كل الموجودين ان شياو خايف من المنافسه لدرجه انه ما رضيش يظهر للناس. وبسبب تاخر شياو بيكون الحكم على وشك انه يعلن فوز القمه السادسه، ولكن على اخر لحظه بيجي شياو هو وتلاميذه بدخول رايق بيسبب حرايق. فبيجذب انتباه الجميع، وبيضحك وانج وبيقول انا كنت شاكك في الموضوع الاول لكن طلعت الاشاعات صحيحه، انت فعلا استرجعت مستوى صقلك وكمان بدات تجمع تلاميذ جداد. كويس، دلوقتي اكون قادر على اظهار للكل فشلك كمعلم. فبيضحك الشياو وبيقول بما انك لسه ما اتعلمتش مين هو معلمك الحقيقي فانا هوريك دلوقتي، يلا يا هان روحي ووري الجاهل ده انت تقدري عليه. فبتروح هان عشان تبدا المنافسه، وبتروح لها زاي وبتقول لها خلي بالك يا هان، الراجل اللي قدامك ده هو احد الخونه اللي خانوا المعلم، فاحرصي انك تنتقمي منه بشكل لائق. فبتتعصب هان وبتطلع حاله قتل قويه عشان تعاقب وانج على خيانته لمعلمها. فبيتفاجئ زانج من مستوى صقل هان وبيقول في نفسه هل قدر الشاو انه يلاقي طالبه في بناء الاساس؟ مثير للاهتمام، باين انك محظوظ جدا يا شاو، بس هل ده هيكون كافي عشان تكسب المسابقه؟ فبيكلم وانج هان وبيقول
بيقول لها انت الطالبة الجديدة للمعلم المخبول، وصار انه زهرة زيك تفضل مع شخص تافه زي ده. اراهن انه معلمكيش حاجة خلال الفترة اللي فاتت، عشان كده اخليك تقومي بالهجوم الاول. فبتقول له هان ما تقارنش نفسك بيا، فالمعلم ما علمكش حاجة لانك ما تستحقش اهتمامه، فلو خلصت الشويتين بتوعك دول فابدأ القتال، انت اصلا وضعك مثير للشفقة بالفعل. فبيتعصب وانج وبيقول بما انك مصممة فخليني اوريكي قوة سيفي. فبيهجم وانج على هان بتقنية السيوف الهائجة بتاعت شياو علشان يقوم بإهانة شياو قدام الناس بعد ما يغلب تلميذته الجديدة باستخدام التقنية بتاعته. لكن هان بتوقف الهجوم بايديها بس. فبتقول هان هل انت فعلا مثير للشفقة بتتفاخر قدام الناس بالقدر الضئيل ده من المعرفة؟ فعلى الرغم انك كنت بتتدرب مع المعلم ل5 سنين لكنك مش قادر تخترق دفاعي، انا اللي فضلت معاه اقل من شهر. مفيش عجب ان المعلم ما اهتمش برحيلك، انت اصلا ما كنتش تستحق تكون تلميذه من الاساس. فبيخاف وانج على حياته وبيقرر انه يستسلم، وبكده بتكسب هان المعركة وبيطلع فريق شياو للجزء الاول من التصفيات. بس هان مش بتوافق بالنتيجة دي وبتروح تهجم على وانج عشان تعاقبه على خيانة شياو. فبيحاول وانج انه يحمي نفسه، لكن القوة الروحية الخاصة بهان بتكون وحشية جدا واعلى منه بكتير، وبضربة واحدة بس بتجيبه الارض. فبيتفاجأ وانج وبيقول مستحيل، انت في عالم انشاء الاساس، مش المفروض انك في مرحلة ما بعد الولادة؟ فبتقول له هان ما تستغربش، ده اللي بيحصل لما تكون مع معلم كويس. فمن نص شهر بالظبط كنت في المستوى الاول من عالم تشي، ولكن بعد شهر قدرت اوصل لعالم بناء الاساس. كل ده بفضل المعلم الاسطوري شياو بتاعنا، الشخص اللي قدر موهبتي وساعدني للوصول للمستوى اللي انا فيه. فما تستغربش انت ليه مش قادر على هزيمتي، فده اللي بيحصل مع الخونة اللي زيك. فبيتجنن وانج وبيقول مستحيل، ازاي العجوز شياو كان بيملك القدر الهائل ده على تطوير الناس؟ ازاي هو ما ساعدنيش في رفع مستواي لما كنت تلميذه ل5 سنوات؟ اللعنة عليك يا عجوز، كل مرة بتثبت ليا انك اسوأ شخص قابلته في حياتي. فبيتم اعلان فوز القمة السبعة، وفجأة بينزل كيو للساحة وبيطلب تحدي القمة السبعة تاني. فبيتفاجئوا الكل من اللي حصل، لانه طلب التحدي ده بيكون معناه التنازل عن فرصة المنافسة اللي فضلت ليه، لكن في المقابل الخصم مش هيكون قادر يرفض التحدي. بس المفاجأة ان كيو هو اللي بيطلب النزال من محاربة لسه داخلة عالم بناء الاساس. فبينما انه كيو في المستوى الخامس فما فيش فرصة قدام هان ضده. فبيقول كيو الشيخ شياو انا بطالبك بارسال طلابك لساحة المعركة. فبيضحك شياو وبيقول انت اللي جبته لنفسك، بقول لك ايه يا زاهي، زميلك القديم عاوز يهزأ نفسه قدام الناس، فاحرصي انه ايدك تكون خفيفة عليه. فبتروح زاهي لساحة المعركة عشان تقاتل كيو. فبيبص لها كيو بازدراء وبيقول على اخر الزمن استخبى وراء الخادمة التعبانة دي، هل انت مش واعي بماهية المسابقة الكبرى لقمم عشيرة مينج؟ فبيضحك شياو وبيقول بدل ما تتكلم على الفاضي مش الافضل تخلي بالك من خصمك؟ فبيبص كيو وبيلاقي زاهي هجمت عليه بسيفها وكانت على وشك قطع رقبته. فبيقول شياو لزاهي انا عاوزك تجيبيه في شوال يا زاهي. فبتروح زاهي عشان تنفذ الاوامر، وهنا بيتعصب كيو من عجرفة شياو وبيفجر المكان بهالة قتل مخيفة جدا بتملي الساحة كلها. فبينبسط شيخ القمة السادسة من قوة كيو وبيكون متأكد انه كيو هيقدر يغلب زاهي بكل سهولة. فبتهجم زاهي على كيو وبتقول له انت واقف كده ليه زي المعتوهين؟ هل انت ناوي تنسحب بس علشان شيفك اتكسر ولا ايه؟ اسفة، مع الاسف انت تسببت في مشاكل كتيرة لمعلمي، فمش هسيبك تخرج من هنا من غير ما اخلص حق معلمي منك. خد سلاح تاني وعيد القتال من تاني. فبيتعصب كيو وبيقول انت ازاي تجرأتي على التقليل من شاني؟ انت ما تعرفيش انا مين. فبيهجم كيو على زاهي وهو مشتعل من الغضب، ولكن زاهي بتقدر تتفادى هجومه وبضربة واحدة بتقدر تدمر السيف بتاع كيو من تاني. فبيتفاجأ كيو انه زاهي قدرت تغلبه مرة تانية. فبتضحك زاهي وبتقول هو ده بقى كيو اسطورة القمة السادسة؟ الموضوع مثير للسخرية، مين كان متخيل انه مجرد فاشل زيك هيكون هو امل حد في العالم بالمستوى البائس ده؟ فحتى لو قمت بالتدرب ل1000 سنة فعمرك ما هتقدر تخدشني، بس علشان انا شخص طيب فهديك فرصة كمان. خد السيوف دي وعاوزاك تعمل حاجة بسيطة، حاول بس تلمسني بالسيف، بمجرد ما ده يحصل انا هعلن انسحابي من المسابقة بالكامل. فبيتفاجئوا الكل من الاسلحة اللي طلعتها زاهي، فكلها اسلحة غالية بشكل مرعب، حتى اسياد القمم مش بيملكوا القدر ده من الاسلحة عالية المستوى، وزاهي بكل بساطة اديتهم كلهم لخصمها. فبيضحك كيو بيقول انت بقيتي مغرورة اوي، انا قلت انت ليه بقيتي بالشكل ده، بس باين ان الاشاعات صحيحة. الشياو قام برفع مستوى صقلك وخلاكي في الحالة اللي انت فيها دي زي ما توقعت. العجوز الشياو كان ذوق بشع في اختيار طلابه، خلى اقوى محاربة عنده وهي مجرد خادمة. فبيقول الشياو في نفسه هو كيو قام باستخدام التدفق العكسي لتشي دلوقتي، هل هو وصل لمرحلة من الياس انه مش قادر يغلب زاهي فقرر انه يقضي عليه
عليها بالهجوم بجنون. فبيطلع كيو هالة قتل مرعبة وبيقول كان من الافضل انك تبقي مجرد خادمة يا زاهي، دلوقتي انا مضطر ان انا اقتلك على اللي انت عملتيه. فبيسحب كيو سيفه وبيهجم على زاهي باقوى مهارة عنده، وبيفضل كيو يهجم على زاهي بكل قوته، لكن زاهي مش بتهتم بهجماته. فبتسحب سيفها الخاص وبتدمر السيف بتاع كيو للمرة الثالثة وبتغلبه ثالث مرة. فبتقول له زاهي بما انك عرفت مكانك الحقيقي فمن الافضل ليك انك تستسلم يا كيو، فلو استمريت في القتال ساعتها هكون مضطر ان انا اتسبب في اصابات اكبر من مجرد اصابة في الدراع، فامشي من هنا قبل ما انهي مسيرتك في الفنون القتالية. فبيضحك كيو بشكل هستيري وبيقول انا هخسر قدام خادمة ذليلة زيك يا زاهي، انت فاكرة ان انا هسيبك بعد اللي انت عملتيه ده؟ فبيخرج كيو هالة قتل مخيفة وبيدخل في حالة من الجنون التام. فبيتفاجأ زونج من اللي حصل لانه الحالة دي مشابهة للي حصل في المسابقة اللي حصلت من 5 سنين. فبيأمر بإنهاء المعركة دي واعلان فوز زاهي مباشرة. فبيوقف الحكم المباراة زي ما امر زونج، لكن كيو مش بيوقف وبيهجم على زاهي بكل قوته. فبتنبسط زاهي لانه ده اللي كانت هي عاوزاه. فبتهجم على كيو بقوه ساحقه بتدمر هجومه وبتكون على وشك قتله واخفاء جسده من الوجود. فبيخاف زونج من موت كيو ابن اخوه، لكن الشياو بيوقف زاهي على اخر لحظه. فبيبص لكيو بيلاقي انه لسه عايش بعد الهجوم الفتاك بتاع زاهي، بس مش بيكون عارف انه زاهي بوظت شكله على الاخر. فبيفضلوا كل اللي موجودين يضحكوا على شكله، بس كيو مش بيكون فاهم حاجه. فبتروح مخليه يشوف نفسه في المرايه. فبتقول زاهي اعذرني يا كيو، الموضوع كان غصب عني، فانا كنت هقتلك على اخر لحظه، بس الموضوع ما كانش مثالي لانه الاصابات اللي انت اصبت فيها تم دمجها بتشيل خاص بيا. مع الاسف محدش هيقدر يعالج الاصابات دي، بس ده شيء كويس. ففي كل مره هتشوف نفسك في المرايه هتفتكر وشي كويس قوي. الافضل من اللحظه دي تعرف حجمك الحقيقي وما تغترش بنفسك. المره دي الموضوع خلص بشعرك ووشك، بس المره اللي جايه مش هينتهي بمجرد قصه شعر. فبيحيوا الكل زاهي على قوتها الهائله ومهاراتها الكبيره، وبينبسط زونج ان الموضوع انتهى على خير. فبيقول لتشان انت فاكر اللي حصل من 5 سنين، الحادثه اللي خلتنا نطرد الخاين؟ فبيقول تشان ايوه يا زعيم، فمن 5 سنين قام الزعيم فينج باستخدام تقنيه محرمه وكان على وشك التسبب في اضرار كبيره، لكن قدر زعيم الطائفه انه يسيطر على الوضع، لكن الزعيم فينج هرب وانضم لعشيره الشمس والقمر. هل انت شاكك انه فينج هو السبب في استخدام كيو وباقي تلاميذ القمه السادسه للمهاره الشريره؟ فبيقول زونج انا نفسي الموضوع ده يكون مجرد تكهنات من عندي، بس مع الاسف اللي بيحصل قدامي بيخليني اشك جامد، عشان كده انا عاوزك تروح عشان تتاكد من الموضوع بحيث نقدر نلحق المشكله قبل ما تحصل. فبيروح تشان عشان ينفذ طلب الزعيم، لكن بتيجي المنافسه اللي بعديها وبتكون القمه الاولى ضد القمه السبعه بتاعت الشياو واللي بيكون ممثلها تشان. فبيعتذر تشان للزعيم زونج وبيروح عشان يكمل النزال. فبيقول له الزعيم زونج يكمل المهمه بتاعته بعد ما يخلص القتال. فبيروح تشان وبينافس زاهي في المنافسه. فبتقول زاهي انا ما كنتش اتوقع اني هقابلك في تاني جوله ليا. فبيقول لها تشان انا شفت قتالك الاخير مع كيو وعرفت انك بتمتلكي مهارات كبيره قوي، بس انا مختلف عن كيو، فاتمنى انك تقاتليني بكل قوتك. فبتضحك زاهي وبتقول له في الحاله دي انا هستخدم كل قوتي في التعامل معاك. فبتطلع زاهي اسلحه روحيه كتير من مستوى الارض. فبيتفاجئوا الكل من كميه الاسلحه دي لانه اقل سلاح فيهم يعتبر كنز عائله، وزاهي مش معاها واحد، دي معاها ترسانه كامله من الاسلحه المرعبه. فبيترعب تشان لانه حرفيا مش معاه غير سلاح من الدرجه الثالثه، ولو تم مقارنته بالاسلحه اللي مع زاهي فكانه بيقاتل زاهي بسكينه بلاستيك. فبينادي تشان على زعيم الطائفه وبيقول المعلم زونج انت هتسمح بالمهزله دي؟ ده استغلال واضح للثروه وده ضد مبدا المنافسه اللي بيعتمد على المهاره مش على الاسلحه. فبيقول زونج انا اسف يا تشان، بس في المعارك الكبرى مفيش قانون بيمنع استخدام الاسلحه عاليه المستوى في المسابقات بدون حد ادنى طالما المحارب بيقدر يستخدمها بنفس الوقت، بس بسبب عدم عدل المسابقه دي فانا بطالب من المنافسه زاهي انها تقلل استخدام الاسلحه لسلاح واحد في كل مره. فبتقول زاهي لو سيد الطائفه شايف انه ده التصرف الصحيح فانا ما عنديش اعتراضات ابدا. فبتدخل زاهي كل الاسلحه في مركز التخزين بتاعها. فبينبسط تشان وبيهجم على زاهي بكل قوته، لكنه بيتفاجئ بدرع روحي قوي جدا بيحمي زاهي. فبيهجم تشان على زاهي بهجمه قويه جدا بتكسر الدرع بتاعها، وبيفتكر انه قدر يوصل لزاهي اخيرا، لكن زاهي بتفاجئه وبتطلع درع تاني بيكسره تشان، لكن زاهي
زاهي بتطلع درع ثالث وبتفضل تعمل الموضوع ده لحد ما كان بيسقط من كتر التعب، وبتكسب زاهي المباراة الأولى. فبتروح زاهي عند شياو عشان تحتفل بالنصر ده، فبيسألها شياو هو كان في داعي للافتراء ده كله على الواد؟ فبتقول له زاهي في الحقيقة أنا كنت ناوي أقتله بشكل مباشر، كان عدو كبير ليا لأني ما كنتش قادر على القتال معاه لأنه كان أعلى مني في مستوى الثقل، لكن دلوقتي لو أنا ضربته بهزار ممكن يقع فيها، فحبيت أنهي القتال ضده بشكل يحفظ على ماء وشه وما يبينش إن أنا بتنمر عليه. فبتقول لها هان عشان كده خليتيه يخسر من التعب وخليت الناس تتعاطف معاه بعد ما تنمرت عليه بفلوسك ومعداتك. فبتقول لها زاهي الموضوع وما فيه إنه كان ما بقاش منافس ليا، دلوقتي أنا هدفي إن أنا أقاتل المحاربين الحقيقيين، الأشخاص الأقوياء اللي ممكن يكونوا أعلى مني وأفضل أتغلب عليهم لحد ما أكون أسطورة في فن السيف. فبينبسط الشياو من تطور زاهي الكبير وبيوعدها إنه هيدعمها دايما. فبيتضايق معلم القمة السادسة من اللي حصل، فهو ما كانش متخيل إنه المنافسين بتوعه هيكونوا بالقوة دي. وبنشوف بعدها راجل أعمى بيكون قاعد مع شابة في المسابقة واللي بيكون اسمها شينج، فبيسألها الأعمى واللي بيكون اسمه واي عن اللي بيحصل. فبتقوله شينج المسابقة السنة دي فيها عدد كبير جدا من المحاربين المتميزين، بالذات تلاميذ المدعو شياو، فقوتهم مميزة ونموهم غير مسبوق. فالمدعوة زاهي دي حسب كلام الجواسيس بتوعنا هي الوريثة الوحيدة لعائلة لين والحاملة لسيف قبة النجوم، أحد السيوف من الدرجة الغامضة عالية المستوى. بس الشياو قصة مختلفة تماما، فعلى الرغم انه كان مجرد شاب عادي قبل 3 شهور، لكن بعد ما تم التخلي عنه من قبل تلاميذه القدامى انفجر مستوى صقله بشكل ساحق هو وتلاميذه اللي فضلوا معاه، لدرجة انه راح لعشيرة يون الشهيرة اللي كانت مشهورة بدفاعها الساحق، وقدر انه يدمر عائلة يون ويسيطر على المقاطعة كلها لوحده، واصبح المكان تحت امرته بشكل كامل. فمهما فكرت في الموضوع فالشياو ده بيملك سر خاص، سر لو حد عرفه هيقدر يوصل لطريقة الحصول على القوة المطلقة اللي حصل عليها. فبيقول لها واي في الحالة دي انت حاطة عينك على الشاب ده وناوية تجنديه في الطائفة. فبتقول له شينج لو قدر يحصل على تشيل ارجواني بتاع طائفة مينج ساعتها ممكن افكر في الموضوع. في النهاية هو مش هيدخل لأي طائفة تانية. وبعد انتهاء النص النهائي من المسابقة بيروح الشياو اللي معاه على استراحة الفائزين واللي بيكون مكان مرتبط بمخزن تشيل ارجواني. فبتتفاجأ زاهي لأن الطاقة الروحية اللي موجودة في المكان شديدة القوة. فبيقول الشياو ما تستغربيش ده طبيعي جدا بسبب قرب المكان ده من الهالة الخاصة بتشيل ارجواني للمؤسس مين. فعلى حسب الأسطورة فاللي بيحصل على الهالة الارجوانية الخاصة بتشيل ارجواني هيحصل على طاقة هائلة جدا يقدر بيها يكسر كل الحدود اللي بتمنعه من الاستمرار في الصقل. عشان كده الكل بيسعى بكل ما عنده عشان يحصلوا على المركز الأول ويحصلوا على الكنز العظيم ده، بالذات انه في فرصة انه الشخص اللي هيكسب المسابقة يحصل على تشي ارجواني من الدرجة الأولى الكافي لتكسير القيود اللي بتمنعه من الاختراق للمستويات العليا. فبتتفاجأ هان وبتقول انا مش مصدقة انه طائفة مينج اللي مش طائفة مشهورة جدا في الموريوم يكون عندها عنصر قوي جدا بالشكل ده. فبيقول لها شياو معاكي حق، انا برضه لما دخلت الطائفة دي ما كنتش مصدق الموضوع ده لحد ما دخلت الحديقة الخاصة بالطائفة. تعالوا اوريكم اللي موجود هناك. فبيروحوا كلهم على حديقة الطائفة وهناك بيلاقوا عناصر روحية عالية المستوى بكميات مهولة. فبيقول الشياو انهم لما هيكسبوا المسابقة هيقدروا ياخدوا اي حاجة من الحديقة دي. وبعدها بنروح لتكملة المسابقة وبنلاقي انه القمة التانية قامت بهزيمة القمة السادسة هزيمة ساحقة. فبيتضايق وانج من اللي حصل وبتبص محاربة القمة التانية ليه بازدراء لانه كان عاوز يدخل القمة التانية، لكن المعلمة تشو رفضت وجوده بسبب خيانته لمعلمه شياو. فبتفضل تسخر منه لحد ما بتدمر معنويات وانج بالكامل وبتخرج منتصرة وبيتم اقصاء القمة السادسة من المسابقة بالكامل. فبيتضايق سيد القمة السادسة من الوضع لانه فرصة الفوز دلوقتي بقت معدومة، فبيضطر انه يفعل الخطة الرئيسية اللي كانوا بيخططوا ليها. وفي اليوم اللي بعديه بتبدأ التصفيات النص النهائية وبتكون القمة التانية ضد القمة السابعة بتاعت الشياو. فبيحيي محارب القمة التانية زاهي وبيجهز نفسه للقتال ضدها وبيهجم على زاهي بقوة كبيرة جدا، لكن زاهي بتكون اقوى منه بكتير فبتقدر تغلبه بضربة واحدة. وبيعترف المحارب بقوة زاهي وبينسحب بعد ما بيعرف انه مش خصم ليها. فبينبهروا كل الموجودين بمهارات زاهي وبيفتكروا انها النجمة الجديدة للطائفة كلها. فبعد ما بتخلص بتروح عند الشياو عشان تستريح، وهنا بتيجي سيدة القمة التانية المحاربة الملقبة بالطيف الصامت تشو وبترحب تشو بالشياو وبتقول له انا مبسوطة ان احنا تقابلنا من تاني، اخر مرة شفتك فيها كان شكلك بشع قوي. فبيقول لها شياو بعيدا عن باقي القمم الموجودة في الطائفة فانت الوحيدة اللي مبسوط اني قابلتها هنا. بالمناسبة انت بقيتي اقوى بكتير من قبل، فلما كنا طلاب في الطائفة كنت دايما بتحاولي تتحديني وبتخسري في النزالات معايا، ومع ذلك ما كنتيش بتتأثري ابدا وبتفضلي تحاولي عشان تكوني اقوى. ولما توقف التقدم بتاعي في الصقل كنت انت الوحيدة اللي فضلت تساعدني عشان اخترق، فبعد معلمي الاول انت كنت تاني شخص ساعدني في الوصول للي انا فيه ده.
فانا مقدر جدا وجودك معايا. بالمناسبه انت ناويه تفضلي في الطائفه لحد امتى؟ فبتقول له تشو في الحقيقه مش هقعد كتير، انا جيت بس عشان المسابقه الكبرى، بس باين انه مجيئي ليها ما كانش ليه لازمه بما انك قضيت على المنافسه بتلاميذك الموهوبين دول. انا نسيت برضه اشكرك على انقاذ تلاميذي من شيخ الشمس. فبيقول لها شياو انه مستعد لمساعدتها في اي وقت. وفجاه بيظهر سيد القمه السادسه وبيهجم على الموجودين في المسابقه، ولكن مش بيكون جاي لوحده وانما معاه عدد ضخم من المحاربين وعلى راسهم الخائن اللي اسبق للطائفه واللي اسمه فانج. فبيضحك فانج وبيقول معقوله كده يا عجوز تعمل المسابقه الكبيره من غير ما تقوم بدعوتي؟ مش شايف انك جرحت مشاعري بعدم دعوتي في المسابقه اللي تسببت في نفي من الطائفه؟ فبيقول زانج انت فعلا شخص عديم الكرامه، ازاي تجرؤ على المجيء للطائفه بعد ما قمت بخيانتنا وقمت بالانضمام لطائفه اشباح الشمس والقمر؟ فبيقول فانج انت لسه بتتكلم بعجرفه برضه يا زانج، خساره انا افتكرت ان السنين اللي فاتت دي هتخليك تتغير زي ما قامت بتغييري، فانا ما بقتش ضعيف زي الاول، وعشان كده وعلشان احنا كنا اصحاب من قبل هديلك فرصه، قم بتسليم الطائفه ليا وفي المقابل هسيبك عايش ومش هقتلك. فبيتعصب زانج وبيقول له انت فاكر ان طائفتي مكان تعرف تحتله بالسهوله دي؟ انت قدامك خيارين، يا اما الهروب يا اما الموت. فبيضحك فانج وبيقول له ما تفتكرش انك هتعرف تكسبني المره دي، فانا جيت مستعد كويس قوي، فمستحيل تعرف تكسبني ابدا. فبيستخدم فانج سحر قوي جدا بيحاصر المكان بالكامل. فبيتفاجئ زانج لانه قبه الحمايه الخاصه بالمكان تم تدميرها كلها، بالاضافه تم نشر تقنيه خاصه بترفع من قوه اتباع فانج، فالمعركه ما بقتش في صالحهم ابدا. فبيأمر زانج الشيوخ بالتصدي لفانج واللي معاه قبل ما يروح ويدمر القبه عشان يعرف يسيطر على الوضع. فبيروح الشيوخ يستعدوا للقتال. فبيقول شياو ياه اول مره نتجمع فيها من تاني نلاقي نفسنا في قتال مع عصابه مجنونه، مش بيفكرك ده بالايام الخوالي؟ فبتقول له تشو لسه زي ما انت شخص متعجرف مش بيهتم بخطوره الموقف اللي هو فيه، يمكن عشان كده انت فضلت كل الفتره دي في المستوى الاخير بين الشيوخ. فبيهجموا الاثنين على المحاربين بتوع فانج وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير جدا منهم. فبيستخدم الشاو السيف الغير محدود وبيهجم على كل اللي موجودين. فبتهجم زاهي وهام برضه على اللي موجودين عشان يساعدوا الشاو في التخلص من المعتدين دول. وسط المعركه دي بيستغل زعيم القمه السادسه انشغال تشو وبيهجم عليها من ورا، لكن بيلحقها الشاو وبيقدر انه ينقذها قبل ما يهجم عليها سيد القمه السادسه. فبتتعصب تشو وبتهجم عليه بقوه مرعبه. فبيطلب المساعده من فانج، لكن فانج بيكون مشغول بالتعامل مع الشاو. فبيضطر انه يستخدم الورقه الرابحه وبيطلع جرس الاستدعاء وبيستدعي وحوش اقوياء جدا حوالين الشاو وبيامرهم بالهجوم عليه. فبيضحك فانج بضحكه هستيريه وبيقول دي هي القوه اللي انا كنت بسعى ليها، القوه اللي انتم كنتم خايفين منها دلوقتي هيتم ابادتكم كلكم فيها، بس لازم تعرفي انه اللي انا كنت فيه بسببك. فبسبب محاولتي للوصول ليكي بحثت عن القوه لحد ما وصلت ليها اخيرا، بس انت احتقرتيني عشان بقيت اقوى منك، عشان كده انا هقوم بدفنك باستخدام قوتي. فبتحاول تشو انها تصد الوحوش، لكن قوه الوحوش بتكون اكبر مما كانت متوقعه. فبتحس تشو انه دي النهايه. فهل هيقدر شو انه يتعامل مع الموقف الصعب ده ولا لا؟ ولا يقدر ينقذ الطائفه؟ ده اللي هنعرفه في القسم اللي جاي من حكايه الشاو سيد الفنون القتاليه. فلو عجبكم الفيديو ده ما ننساش ال7000 لايك وما ننساش الاشتراكات والتعليقات الجميله. اما عن سؤال الحلقه دي ايه هي المكافاه الخاصه بالمركز الاول في المسابقه الكبرى؟ اللي هجاوب على السؤال ده صح هيظهر تعليقه معانا في بدايه الفيديو اللي جاي. وبس كده ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا، سلام.